عمرك تخيلت ان انسان يتحط في نار متولعه بقالها ايام والنار دي ما تمسوش؟ طب ازاي شاب عنده 16 سنه بس يواجه الموت بالشكل ده من غير خوف ولا تردد؟ وايه اللي يخليه يرفض مساعده ملاك نازل مخصوص ينقذه؟ يا ترى ايه اللي حصل فعلا في اللحظه دي؟ وازاي النار اتحولت من عذاب مهلك لحاجه ما تاذيش حد؟ وايه السر اللي خلى سيدنا ابراهيم يوصل لمرتبه خليل الرحمن؟ قبل ما يتم القاء سيدنا ابراهيم في النار كان عمره حوالي 16 سنه، وقام الفجار بالقائه في نار كانوا مولعينها بقالها 30 يوم، لدرجه ان الطيور نفسها سابت الاشجار من شده حرها وخوفها من لفح النيران. وعلشان كده القرآن الكريم وصف المشهد ده وقال فألقوه في الجحيم. وفي اللحظة دي نزل له سيدنا جبريل وقال له لو أمرتني سأطفئ النار وأهلكهم جميعا، لكن سيدنا إبراهيم رد وقال عالم بحالي غني عن سؤالي. وكان ساعتها واقف لوحده من غير أي سلاح ولا حماية، لكن قلبه كان متعلق بربنا، فكل الأهوال صغرت في عينه، والنار اللي ممكن تسيح جبال بقت قدامه ولا حاجة، لأن العناية الإلهية لما بتحيط بالمؤمن بتخلي المستحيل ممكن، وبتحول العذاب لراحة والمحنة لمنحة والنقمة لنعمة. وسيدنا إبراهيم فضل يردد حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمات طالعة من قلب صادق وبتوصل لحد تحت عرش الرحمن. ولحظتها حصلت المعجزة، وفضل في النار 7 أيام، ولما النار هديت الناس لقوه طالع منها وهو سليم تماما، واقف على مكان أخضر وبيسبح بحمد ربنا، ومفيش حاجة اتحرقت غير القيود بس. وسيدنا إبراهيم قال إن الأيام دي كانت من أجمل أيام حياته، لأنه كان فيها في عناية ربنا، وعلشان كده القرآن وصفه وقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال العلماء إن سيدنا إبراهيم وصل لمرتبة خليل الرحمن بعد ما شاف ألوان كتير من الابتلاء، وكان قلبه دايما متعلق بربنا، وده اللي خلاه يسيب ابنه وزوجته في صحراء قاحلة وهو متأكد إن ربنا مش هيسيبهم. وكمان لما ربنا أمره يذبح سيدنا إسماعيل ما ترددش وحط السكينة على رقبة ابنه، لكن ربنا برحمته تدخل، فإبراهيم كان مستعد ينفذ، وربنا أراد الرحمة فعدى الاختبار. وبكده سيدنا إبراهيم نجح في كل اختبارات التضحية والفداء، وأثبت إن حب ربنا عنده أكبر من أي حاجة حتى من نفسه وولده، فربنا رفعه في الدنيا والآخرة وجعل النبوة في ذريته لحد ما جت في الآخر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وبعد سنين طويلة جيله ملك الموت عشان يقبض روحه، فاستقبل ده بابتسامة، وكان مستعد يقابل ربنا، ووصى أولاده يثبتوا على طريق الإيمان وينشروا الدين ويخافوا رب العالمين. وفي النهاية اللي بيسلم أمره لربنا ويعلق قلبه بيه ويحسن الظن فيه لازم يكون واثق إن ربنا عمره ما هيسيبه. ولو وصلت لحد هنا صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشارك الفيديو علشان يوصلك المحتوى بتاعنا.